أعزائي المستمعين، أهلا بكم. النهاردة هاخدكم ونغوص في عالم غريب وعجيب. في سؤال كتير بيتسأل: يا ترى المسيح الدجال هيظهر في آخر الزمان وبس؟ يا ترى المسيح الدجال ظهر قبل كده؟ طيب إيه الحالات اللي بيظهر فيها المسيح الدجال وإمتى ظهر؟ في ناس كتيرة بتعتقد إن المسيح الدجال هيظهر في آخر الزمان، وهتكون فتنته الفتنة الكبرى لحد ما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام ويقضى عليه. لكن اللي انتم ما تعرفوهوش ان المسيح الدجال بيظهر في كل مراحل التاريخ، بس لما بيظهر عشان يضرب ضربة قاضية في صميم العقيدة والإيمان. تعال نشوف الموضوع. لو رجعنا بالتاريخ هنلاقيه ظهر في عهد سيدنا موسى عليه السلام. لما ذهب سيدنا موسى للقاء ربه ظهر بصورة السامري، صنع لليهود في ذلك الوقت عجل له خوار وفتنهم فسجدوا ليه وكفروا بأنعم الله. ولما رجع سيدنا موسى عليه السلام كان معروف عنه إن هو في حالة غضب دايم، أقرب للنفس الإنسانية بطبيعة الحال، فغضب وخافوا منه يا بني إسرائيل، ومسك براس أخوه لحيته وجرها بمنتهى العنف. لكن أول ما شاف السامري هدي، لأنه عارف إنه هو مش هيقدر يمسه بأي حاجة. قال له اذهب فلا مساس بك، يعني مفيش حد يقدر يمسك، لأنه عارفه إن هو من المنتظرين. طيب إيه اللي حصل بعد فتنة المسيح الدجال لليهود؟ يقال إن مات منهم عشرات الآلاف في الفتنة ديت، وحصل اقتتال شديد بينهم لدرجة إن هم دخلوا في التيه لمدة 40 سنة. وبكده بيصدل الستار عن حالة من الحالات اللي ظهر فيها المسيح الدجال، ليظهر لينا مرة تانية مع نبي جديد وهو عيسى عليه السلام. لما ظهر سيدنا عيسى عليه السلام كان الرومان بيحكموا العالم في الوقت دوت، وكانت منتشرة عبادة الإمبراطور. يعني الناس كانت بتعبد الإمبراطور، وكانوا يقدموا له الهدايا والقرابين وكل شيء. علشان كده بدأوا اليهود يضطهدوه ويضطهدوا كل أتباعه. هنا ظهر المسيح الدجال مرة تانية. إمتى؟ يقال إن الشخص اللي صلب مكان المسيح الدجال، اللي صلب مكان سيدنا عيسى عندما رفعه الله عز وجل، هو المسيح الدجال. وكتير من المؤرخين أكدوا إن الشخص اللي تم صلبه كان ذو عين ممسوحة. وطبعا كلنا عارفين إن المسيح الدجال هتكون عينه ممسوحة وهيظهر في آخر الزمان. طيب إيه كان غرضه؟ كان غرضه إن الناس تفتتن بيه ويعبدوه. وفعلا ده اللي حصل بعد كده، واحنا شفنا الديانة المسيحية ناس كتيرة بتقول لك استغفر الله، إن عيسى عليه السلام هو ابن الله. لا، ده في بعض المذاهب التانية ذهبت لأكتر من كده وقالت لك إن عيسى عليه السلام هو الله نفسه. إلا قلة قليلة، ودول اللي يعني قالوا إنه عيسى عليه السلام هو نبي مرسل. وحصلت فتنة شديدة وحصل اقتتال كتير بين المسيحيين وتم ضرب الديانة المسيحية في مقتل. هنا أصدل الستار عن حالة من الحالات اللي ظهر فيها المسيح الدجال. طيب ظهر المسيح الدجال في الإسلام؟ أيوة، ظهر المسيح الدجال في الإسلام في روايتين. هحكي لكم الروايتين وانتوا تقولوا لي رأيكم في التعليقات. الرواية الأولى إن أحد النصارى قبل ما يدخل الإسلام، وكان اسمه تميم الداري، وكان معاه حوالي 30 شخص، وركبوا البحر وتلاطمتهم الأمواج لمدة 30 يوم كاملين. ناس كتير عارفة الرواية دي، بس أنا هفندها دلوقتي. يقال إن هم تم إلقاهم على أحد الجزر، فقابلتهم الجساسة، والجساسة هي عبارة عن حيوان مخيف ذو شعر كثيف، وتحدثت معهم بلسان عربي فصيح، وقالت لهم ادخلوا إلى هذا الدير فإنه يوجد شخص ينتظركم منذ مئات السنين. استغربوا، ولما دخلوا وجدوا شخص عظيم الجثة، يعني شخص ضخم مربوط بسلاسل، ويقال إن كانت عينيه ممسوحة وهو بعين واحدة. وسألهم كثير من الأسئلة عن بلح نيسان وعن مياه طبرية وعن كثير من الأمور، وهم كانوا بيجاوبوا وما كانوش عارفين
يعني هو بيسألهم الحاجات دي ليه؟ فكانوا بيجاوبوا بحسن نية، خاصة ان هو كان مربوط، يعني هم كانوا عارفين ان هو مش هيقدر يأذيهم، رغم ان هو شديد القبح وشديد القوة وشديد الغلظة، وواضح من جسمانه ان هو ضخم ممكن يأذيهم لو كان مش مربوط. وفي الاخر قال لهم: هل ظهر نبي آخر الزمان؟ يقصد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فقالوا: ظهر. فقال لهم: أولى بكم أن تتبعوه، يعني الأفضل لكم أن أنتم تتبعوه. فذهب بعد كده زبيب تميم الداري للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبروا بهذه القصة، والرسول جمع الناس في المسجد وقال لهم هناك أمر جلل، وحكى لهم القصة دي كلها. بس في ماخذ هنا، الماخذ ان القصة ديت اللي رواها كانت فاطمة الأوسي، وهي الوحيدة اللي ذكرت القصة ديت. كان من أولى إن كتير من الصحابة اللي بينقلوا أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام زي أبو هريرة كان نقل الخبر، لكن مفيش حد نقله غير فاطمة الأوسي، وديت ماخذ كبير جدا. دي أول حاجة. تاني حاجة، معروف إن الدجال بيجي على شكل فتنة، يعني بيفتن الناس على الدين علشان هو يتحول لإله في آخر الزمان زي ما هو ما بيعتقد. طيب إزاي يحصل دوت أساسا، وإزاي يقول لهم في آخر حديثه الأولى بيكم إن أنتم تتبعوه؟ دي أول مأخذ، ودي كانت أول رواية. طيب إيه الرواية التانية؟ الرواية التانية اللي قالها كثير من الناس إن الدجال ظهر في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان اسمه ابن الصياد. ويقال إن عمر بن الخطاب أقسم للرسول إن هو الدجال، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا الأمر. ويقال أن الرسول رآه في أحد المرات فاختبره، وكانت قد نزلت سورة الدخان ولم يروها على الصحابة، فقال له: إني أخبئ خبيئة هل تعرفها؟ فسكت كلي، يعني سكت ابن الصياد شوية، وكان طفل صغير وكأنه بيستمع لحاجة، وقال: الدخ الدخ الدخ. فقال له رسول الله: اخسأ إنك لا تعلو مكانك، يعني مش هتعلى أكتر من كده. فسكت. وقال، وفي إحدى المرات أراد عمر بن الخطاب أن يقتله، فقال له رسول الله: إن الله لن يسلطك عليه، يعني أنت مش هتقدر تأذيه بأي شيء. ليه؟ لأنه من المنظرين. ويقال إن سعيد الخضري أقسم للرسول أيضا إن هو المسيح الدجال. وفي إحدى المرات كانوا الصحابة ذاهبين من مكة إلى المدينة علشان الحج، فتفرقوا، يعني اللي راح يحلب الأغنام، واللي راح يدور على حطب عشان يعني يشعلوا، وما بقيش غير سعيد الخضري وابن الصياد. فأوجس خيفة سعيد ابن الخضري، فبص له ابن الصياد وحس بخوفه، فحلب شوية حليب وعطاله وقال له: خد اشرب. فخاف وما رضيش يشرب، فقال له: يا أبو خضير، هل لازلت تظن أني أنا المسيح الدجال؟ يا أخي، إذا كنت أنا المسيح الدجال فإن الرسول قال: المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وأنا معك الآن في مكة وذاهب إلى المدينة. وأيضا المسيح الدجال عاقر كما قال الرسول، وأنا لدي أولاد. فاطمأن سعيد الخضري وأخذ الحليب وشربه، وبعد ما شرب الحليب قالوا له: ألا أخبرك بأمر؟ قال: أخبرني. قال له: أخبرني. قال له: أنا لست المسيح الدجال، ولكني أنا أعرف مكان المسيح الدجال، ولو خيرت لأن أكون أنا المسيح الدجال لاخترت هذا. طيب إزاي ممكن يحصل دوت أساسا؟ يعني الرسول قال إن هو مش هيدخل مكة والمدينة، إزاي ممكن يتواجد في عهد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ويتواجد بالشكل ده؟ الإجابة سهلة وبسيطة، إن الرسول قال كده لأنه المسيح الدجال مش هيظهر بصورته اللي هتيجي في آخر الزمان، اللي هو صورة الإله، اللي هو يدخل مكة والمدينة على أساس إنه هو إله، لأنه في الحالة ديت هيلف العالم كله والناس هتفتتن بيه. لكن
في الوقت دوت هتنزل الملائكة وتحيط بمكة والمدينة علشان تحميها، فهو لما يلاقي الملائكة مش هيخش، يعني هو ممكن يعيش في مكة والمدينة بغير صورته. طيب بالنسبة لأولاده، يقال إن ابن الصياد اختفى بشكل ملفت للانتباه، ومحدش عرف هو ازاي اختفى، وولاده كمان اختفوا هو كمان. فشخص بالقدرات ديت من السهل ان هو يظهر على شكل طفل صغير باسم ابن الصياد، وممكن بسهولة ان هو يكون عنده اولاد، مش اولاد منه هو، يعني اولاد ممكن يجيبهم من اي مكان تاني. طيب بالنسبة، في نقطة تانية عاوز اقول لكم، لما حصلت افتتان المسيحيين ازاي هو تم قتله، وما ازاي معروف ان هو من المنظرين ولن يتم قتله. شخص بالقدرات ديت اساسا لازم تكون عنده قدرات خاصة زي ما بيقولوا، فهو تم صلبه على الصليب وتم قتله، ويقال ان بعد 3 ايام من دفنه قدر يخرج مرة اخرى عشان يفتن المسيحيين. دي كانت اجابة السؤال، واحنا غوصنا في التاريخ كتير. يا ريت تسمعوا الحلقة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. السلام عليكم اصحابي وحبايبي.